ارحب بكل مشاهدي الكرام في ملخص الجوله الاولى للقاء يوسف برشيد امام الرجاء الرياضي البيضاوي. اخر مباريات دور السدس عشر نهائي منافسات كاس العرش، جوله اولى لكل فريق حول الوصول للمرمى. فريق الرجاء كان اكثر امتلاك للكره، في الوقت فريق يوسفيه برشيد اعتمد على التسديدات القويه ولا تسديده بواسطه لاعب اشرف حميدو وتدخل الحارس انس زنيتي. فريق الرجاء تحت له لعدد من الفرص، هنا محاوله بواسطه حد خبا وتدخل الحارس اشرف هلالي في مناسبتين. تواصلت محاولات الفريقين ولا محاوله من الجهه اليسرى، تمريره من اشرف حميدو للاعب نوفل زنان، تسديده قويه، كره مرت جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس انس زنيتي. فرصه لنوفل الزراولي، تسديده قويه، كره تمر فوق المرمى. فريق الرجاء سيحصل على ضربه الجزاء، هنا سقوط اللاعب يسري بوزوق، وبعد الاعتماد على تقنيه الفار وتقنيه الفيديو محمد الحيح وبعد متابعته للقطه اعلن على ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. برهنها وليد الصبار الذي سجل هدف الاول، هدف تقدم لفائده فريق الرجاء، هدف جاء في الانفاس الاخيره للمباراه في جولتها الاولى، تنتهي بهدف لا شيء لفائده فريق الرجاء. للفريقين خلال الجوله الثانيه، فريق الرجاء حتى لا محاولات للتسجيل ولا محاوله بواسطه اللاعب زكريا ضبطي اللي دخل خلال الجوله الثانيه. هنا فرصه اخرى لفائده فريق الرجاء، تمريره من محمود بن تيك ليسري بوزوق الذي كان بامكانه اضافه هدف ثاني، ولكن تسديده يسري بوزوق مشات فوق مرمى الحارس اشرف هلالي. فريق يوسفيه برشيد حاول البحث على الحلول خاصه من الجهه اليمنى، هنا تسديده مرت جائبا، كانت فرصه بواسطه اللاعب محمد حمدي، كرة الثابته والزاويه شكلت خطوره. هنا محاوله تمرير في القائم الثاني وتدخل ممتاز للحارس انس زيتي، المرتدات الهجوميه شكلت خطوره. دخول عبد الاله الحافظي، هنا تمرير في اللاعب يسري بوزوق يسدد وتدخل ممتاز للحارس اشرف هلالي الذي يبعد الكره ويبعد الخطوره. نتابع هذه المحاوله ونتابع هذه الفرصه بواسطه اللاعب يسري بوزوق اللي كان بامكانه اضافه هدف ثاني. فريق يوسف برشيد دائما الزوايا شكلت خطوره، هنا الراسيه ديال ايوب مدن لتنتهي المباراه بفوز وتاهل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي للدور